اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة قصر. النهاردة هنتكلم عن كائن غريب، كائن ممكن يصحيك من النوم بصوت ويرد على المكالمة بدل ما انت ما ترد. بتكلم عن البغبغان، الطائر اللي بيقلدك وبيتكلم زيك كأنه ابن خالتك. بس يا ترى هو ليه بيعمل كده؟ وازاي اصلا البغبغان بيقلد صوتنا؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة، يلا بينا. اول حاجة لازم نبقى فاهمينها، البغبغان مش بيتكلم زينا عشان فاهم الكلام. هو مش قاعد بيقرا معانا كتب تطوير الذات وبيتطور، هو ببساطة بيقلد. يعني لو سمعك بتقول يلا بينا هيقولها، بس مش عشان فعلا عايز يتحرك، لا، هو بس سمعك بتقولها كتير، وده علشان في دماغه في جزء اسمه المركز الصوتي. وزي ما احنا عندنا حنجرة، البغبغان عنده حاجة اسمها سيرينكس، ويا رب اكون نطقتها صح. هو مش نوع شامبو، دي العضلة اللي بتخليه يطلع أصوات معقدة. السلام عليكم. طب هو بيقلد أصوات ماشي، بس ليه بيقلد أصوات البشر تحديدا؟ ما يقلد صوت العصافير اللي زيه وخلاص. البغبغان في طبيعته كائن اجتماعي جدا، ولما يعيش في بيت مع بشر ومفيش بغبغان حواليه بيقول أنا هبقى جزء بقى من الجماعة دي وخلاص. وإزاي يكون جزء من الجماعة دي؟ لازم يقلد صوتها طبعا. يعني هو بيقلد صوتك عشان يحس انه واحد من العيلة. فلو قالك صباح الخير الصبح، هو مش بيهرج، ده عايز يندمج معاكم على الفطار مثلا. يا كوكو. السؤال المهم بقى، البغبغان فاهم هو بيقول ايه؟ الحقيقة ان في انواع ذكية جدا زي البغبغان الرمادي الافريقي، وده عبقري. في واحد اسمه إيلاكس، كان بيعرف يعد ويميز الالوان ويستخدم كلمات. يعني لما يشوف تفاح يقولك تفاح، ولما تعيط يقولك مالك يا عم الحاج. فأيوة، بعض البغبغانات ممكن تكون فاهمة الكلام بشكل بسيط، بس مش بالعمق بتاع البشر. البغبغان مش مجرد طائر بيقلد صوتك عشان يضحكك، لا، ده بيقلد لأنه عاوز يكون جزء من عالمك. الموضوع مش مجرد هزار، ده فيه علم وذكاء وارتباط اجتماعي. فلو عندك بغبغان اتكلم معاه، شاركه يومك، وحاول تعلمه حاجة مفيدة بدل ما يقعد يقولك افتح يا سمسم. لو الفيديو ده عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب لي في الكومنتات اغرب كلمة او جملة قالها البغبغان عندك كانت ايه.